كيك البرتقال من الكيكات الحلوة قوي قوي، المميزة بريحتها الجميلة وطعمها الحلو. عشان كده النهاردة هنعمل صينية يا رب تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت اشتراك في القناة وكومنتات ولايكات كتيرة من فضلكم. 4 بيضات حلوين كده كبار بدرجة حرارة المطبخ هنحطهم في الخلاط، وطبعا احنا هنستخدم الخلاط النهاردة. وكوبايه وربع سكر، كوبايه وربع بالظبط، ويا ريت تلتزمي بكل المقادير زي ما هي بالظبط زي ما انا عاملاها لانها تطلع معاك حلوه جدا. كمان الكوبايه اللي هتستخدمي فيها بيها السكر هتستخدميها في الدقيق وفي الزيت عشان تطلع المكونات مظبوطه معاكي جدا. حطينا 4 بيضات وكوبايه وربع سكر، وكمان علبه زبادي كبيره، في السوق زبادي كبير وزبادي صغير، حطي الكبيره. و2 باكت فانيليا ومعلقتين من الخل. وهنضرب المكونات دي كويس قوي قوي مع بعضها لحد ما تحسي ان السكر داب خالص، وتحسي ان اللون بقى اصفر وجميل. لون الخليط بقى اصفر وفاتح كده وحلو. تمام. بعد كده هنضيف عليهم كوباية إلا ربع من الزيت. طبعا الزيت عايزة تستخدمي نص الكمية سمنة ونص زيت مفيش مشكلة. المهم اللي هيوصل للكيك كوباية إلا ربع، يبقى كوباية إلا ربع زيت أو كوباية إلا ربع زيت على سمنة زي ما انت عايزة. وبرتقانة وسط، تكون بسرة ما تكونش بلدي عشان البلدي بيمرر. هنغسلها كويس ونفتحها، نشيل القلب اللي فيها اللي هو العمود الابيض ده، ونشيل الحته اللي فوق والحته اللي تحت، ونقطعها مكعبات ونحطها في الخلاط ونخلط بقى. نضرب بالخلاط كويس قوي قوي الخليط ده على بعضه كذا مره، يعني لحد ما نحس بقى ان الدنيا بقت حلوه والريحه بقت جميله قوي. بس برضو بسيبي الخلاط الغطا موارب او مفتوح. طبعا اول ما تبداي تشغلي هيطرطش كده، حاولي انك تكوني قافله الغطاء، بس في نص التشغيل افتحي شويه كده عشان التهويه. بعد كده هنحط كوبايتين دقيق مع باكو باودر كامل. تمام. وهنبدا نضرب بالمضرب اليدوي. والله العجينه ظبطت معاكي يبقى تمام، بس الحقيقه انا استخدمت كمان ربع كوبايه دقيق، يعني انا حطيت كوبايتين وربع من الدقيق. ليه بقى؟ بتحسيها ازاي؟ بتشوفي الشريط بعد ما تشيليه، لو نزل مرة واحدة كده يبقى محتاج معاكي دقيق. لو لقيتيه كده بيقطع تقيل قوي يبقى تقيل، محتاج شوية لبن او شوية عصير برتقال. لكن الحقيقة الكوبايتين وربع هيظبطوا معاكي قوي قوي. لازم الشريط يبقى نازل سايل كده، تحس ان هو شريط عريض كده مظبوط. تمام. شريط الدقيق المقدار ده المفروض يتعمل في صينية مقاس 30، بس الحقيقة أنا حطيته في صينية أكبر من مقاس 30. وحطيته في صينية بايركس دهنتها زيت ودقيق. لو عايزة تدهنيها سمنة، طبقة سمنة، ما تحطيش دقيق. لو هتدهنيها زيت حطي طبقة دقيق معاها. بتكوني مولعة الفرن في نص الوقت اللي انت بتشتغلي فيه الكيكة، بتولعي الفرن على درجة حرارة 180، وبتحطيها في الرف الأوسط وبتسيبيها 30 دقيقة أو 35 دقيقة حسب الفرن عندك شكله ايه. وبتطلع معاكي بالشكل الجميل ده، بتشوفيها بالخلة من النص كده بتلاقيها استوت، بتطلعيها بيبقى لونها رائع وطعمها وريحتها عايزه اقولك فواحه في البيت والله. ريحه البرتقان مفحفحه جامد قوي، بالذات لما بتحطي البرتقانه وبتقطعيها كده بتدي ريحه اقوى واكتر. فجربيها وقولي لي ايه رايك. والف هنا وشفا. بتقطعيها بقى وهي سخنه كده، ما تستنيش لما تبرد، وبتشوفيها بتلاقيها هشة وجميلة وطعمها حلو. بألف هنا وشفا. يلا قومي اعملي صينية بقى. شايفين؟ هشة ومستوية كويس قوي، وتحس ان هي الخامة بتاعتها ناعمة مش خشنة، ولونها وريحتها تحفة جدا جدا. يلا قومي جربي واعمليها بنفس المقادير ونفس الطريقة، وان شاء الله تطلع حلوة معاكي قوي. انا بحب اكلها سخنة، انتوا بتحبوا تاكلوها ايه؟ وكمان باتت لتاني يوم بتبقى حلوة جدا برضو، تاخديها مع كوباية شاي وانت قاعدة في البلكونة كده، او مع كوباية شاي بلبن. الف هنا وشفا. حلوة قوي، جربيها وبتدفي البيت وبتعمل ريحة حلوة قوي في البيت، والعيال بيفرحوا بيها بجد. يلا باي باي ومع السلامة.